اهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقه تحضير بيتزا بالكفته والفرماج. كتجي رائعه بزاف وسهله في التحضير بمكونات اقتصاديه وبواحد العجين اللي كيجي خفيف بزاف وقطني. بالنسبه للمقادير ديال هذا العجين هذا، فكل مره انا كنوضع مقادير اللي مختلفه على البيتزات اللي حطيت في القناه. دونك جربوا هاد الطريقه هذه، راح هي زوينه. اول حاجه غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نضيف فيه 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض، اللي من الافضل انه يكون من نوعيه جيده، ومن الافضل انه يكون مغربل مزيان. صافي غادي نغربلو بهاد الصفايه هذه كما كتشاهدوا في الفيديو. ومن بعد غادي نضيف كأس ونصف ديال الدقيق الاصفر ولا دقيق القمح، كل واحد وكيف شنو كيقول لي. دقيق ديال سبيسيال حتى هو من الافضل انه يكون مغربل مزيان. غير تبعوا المقادير بالضبط وراه غادي ينجح معكم هذا العجين هذا، راه كيجي رائع بزاف. صافي هنايا ملي غربلت الدقيق الاصفر حتى هو، غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال السكر الخشن. بالنسبه للسكر اللي ما بغاش يديرو كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الملحه، وبالنسبه للملحه كتبقى على حسب الذوق. غادي نضيف القليل من الزعتر. انا كنخليه حتى يبس مزيان وكنطحنو كما كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيولي. صافي هنايا غادي ناخذ الخميره ديال الخبز حبيبات. خديت نص كاس ديال الماء اللي دافي، وغادي ندير بحال معلقه صغيره تكون عامره مزيان. صافي غادي نخلطها مع هذاك الماء بهذا الشكل. هاد الطريقه هذه كتخلي لينا الخميره تعطي المفعول ديالها اكثر. غادي نخليه جانبا. من بعد غادي ناخذ هاد الدقيق ودوك المكونات اللي ضفت عليه، غادي نخلطهم هكذا حتى يتجانسوا. نخلطهم باليد ديالي ولا بالطراب اليدوي اللي متوفر عندكم. صافي هنايا ملي خلطتهم عاد باش غادي نضيف هذيك الخميره اللي خلطت في الكاس. كما كتشوفوا راه كتفاعل. صافي هنايا ملي ضفتها غادي نخلط المكونات ديالي مزيان، وغادي ناخذ هذاك الماء اللي غادي نحتاج باش نجمع به العجين ديالي. بالنسبه للماء يكون دافي باش هكذا دغيا يختمر لكم العجين ديالكم، ما يكونش بارد وما يكونش سخون بزاف. صافي انا هنا غادي نخلط باليد ديالي باش هكذا نعرف القوام ديال العجين كيفاش خاصو يكون. بالنسبه لهاد العجينه ديال البيتزا ما كتحتاج انها تختمر 2 ديال المرات، فقط المره الاولى كافيه. والصراحه راه كتجي زوينه بزاف. هانتوما جربوها وردوا عليا في التعاليق كيفاش غادي تجيكم. صافي هنا ملي جمعت العجين ديالي غادي نضيف الزيت. انا هنا ضفت زيت زيتون تقريبا 4 المعالق كبار. صافي وغادي نعاود نخلط العجين ديالي. شوفوا البنات، من الافضل انكم تخليو العجين حتى تخليو الزيت حتى الاخر عاد باش تضيفوه في العجين ديالكم. هكذا كتبقى ديك العجينه كتبقى لينه وكتبقى رطيبه، وما كتبقاش تلصق لكم على الاناء ديال اللي كتخلطوه فيه. وصافي هنا ملي جمعت العجين ديالي كيكون هذا هو القوام ديالو. غادي نخليه في نفس الاناء. هنا غادي نرش واحد القطيرات ديال الزيت. صافي وغادي نخليه يختمر. غادي نغطيه بالسلوفان ونخليه حتى يضاعف الحجم ديالو، ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. وهنا من بعد ما اختمر العجين وضاعف الحجم ديالو كيولي لينا على هذا الشكل هذا، غادي ندهن اليد ديالي بالزيت وغادي نحاول نخرج منه هذاك الهواء بهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. صافي هنا غادي نحاول انني نحيدو من الاناء وغادي نوضعوه فوق سطح العمل.
غادي ضروري اننا نستعنوا بالدقيق حيت العجين راه كيكون خفيف شويه، فراه غادي يلتصق لينا على سطح العمل الا ما رشيناش الدقيق. بالنسبه لهنا انا غادي نقسمها لثلاثه ديال البيتزات كما كتشوفوا. انا بغيت ندير بيتزات كبارين، هذاك الشيء علاش قسمتها لثلاثه ديال البيتزات. بغيتو ديروهم صغار تقدر دير لكم حتى 6 ديال البيتزات اللي متوسطين، ماشي صغار، متوسطين. صافي هنا غادي نحاول انني نقادهم باش يجيونا بشكل واحد وفي قد واحد. انا كنأكد على هذه القضيه، ضروري انكم تستعنوا بالدقيق، سواء الدقيق الابيض او لا الدقيق الاصفر، يعني اللي بغيتو نتوما ما كاينش حتى شي اشكال. صافي هنايا غادي نستمر هكذا حتى نصايبهم كاملين. وهنا ملي قاديتهم كما كتشوفوا انا غادي نوضعهم في هذا البلاطو هذا، وغادي نخليهم حتى يختمروا. انا هنا غادي نديرهم في الثلاجه. غادي ندوز باش نوجد الحشوه. هنا عندي الكفته، ديروا الكميه اللي عندكم. هنا عندي التوابل ديال الكفته، الا ما متوفرينش عندكم تقدروا تستغنوا عليهم، ولكن بصراحه راه كيعطيو واحد المذاق زوين للكفته. صافي هنايا عندي التوابل، غادي ندير شويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال الملحه. بالنسبه للكفته ما فيها لا بصله لا والو، كفته عاديه. هنا غادي نضيف شويه ديال زيت المائده. صافي وغادي نخلط المكونات ديالي مزيان حتى يتجانسوا. هنا ملي خلطت الكفته كما كتشاهدوا خديت لاطه ديال الفرن، فرشت فيها ورق الزبده. صافي وغادي نشكل هذيك الكفته بهذا القد هذا، يعني كويرات اللي صغارين بزاف، صغارين في القد كيكونوا بهذا الشكل. غادي ندخلهم للفران باش يطيبوا، ما يطيبوش بزاف، غير يتشهدوا لينا. صافي ونحيدوهم. صافي هنايا من بعد ما اختمر العجين وضاعف الحجم ديالو في الثلاجه. وبالنسبه لواحد الملاحظه، انا هنا غلطت واحد الغلط، ما غطيتش العجين ديال البيتزا بشي بلاستيك ولا شي حاجه باش هكذا يبقى رطب، يعني خليته هكاك ودار القشره كما كتشوفوا. ولكن بصراحه هادشي ما اثرش على البيتزا اللي صايبت، بصراحه جات زوينه بزاف. وفي الاخير غادي تشوفوا النتيجه ديالها كيفاش كتجي. صافي هنايا غادي نحاول انني نقرصها بهذا الشكل، يعني انا كنبغيها تجيني رقيقه. صافي هنا ملي صايبتها غادي ناخذ صوص طوماط، انا كنوجدو غير في الدار. خديت مطيشه سلقتها وطحنتها وضفت شويه من معلقه هكاك من الطماطم المعلبه. صافي شويه ديال الزعتر، شويه ديال البزار، وشويه ديال التحميره والملح. صافي هنايا غادي نتقبها، وحتى الا ما تقبتوهاش ما غادي يكون حتى شي اثار سلبيه. صافي هنا غادي ناخذ الفرماج ديال الموتزاريلا، غادي نرشو هكذا فوق صوص طوماط. كيبقى اختياري، لما بغيتوش تضيفوه دابا خليوه حتى الفوق. انا كنفضل نضيفو في الاول. صافي هنايا ملي رشيت الموتزاريلا غادي ناخذ هذوك الدوائر الصغار ديال الكفته اللي كنت وجدت من بعد ما طابوا وخرجتهم من الفرن. صافي غادي نبدا نشكلهم على البيتزا ديالي بهذا الشكل، ندير وحده حدا وحده حتى نملا البيتزا ديالي كامله. هنا ملي ساليت غادي نرش رشيشه خفيفه ديال الزعتر. صافي وغادي ندخلها للفران اللي يكون سخون من قبل، وفاش طيب ان شاء الله راه غادي نتلاقاو. صافي غادي نكمل البيتزات الاخرين بنفس الطريقه. انا لا هذه درتها في مقله حتى هي صايبتها بنفس الطريقه. صافي غادي نوزع الكفته. بالنسبه للكفته ماشي نديرو وحده حدا وحده، حاولوا انكم تباعدوهم شويه. صافي ملي ساليتها غادي نعاود نرش رشيشه ديال الزعتر بهذا الشكل. فاش يطيبوا في الاخير نتلاقاو. واخيرا من بعد ما طابت البيتزا ديالي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير بمكونات اقتصاديه، وحتى الباط ديالها راه كتجي رطبه وقطنيه. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعليق كيفاش جاتكم.
انا هنا غادي نقطع معكم مورسو باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كتجي هشيشه بزاف وزوينه في الصراحه، والله حتى زوينه. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سلا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الا عجبكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. الا كنتو جداد في القناه ما تنسوش انكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد من الوصفات والفيديوهات ديالي. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.